بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا الكرام مشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع افتتاح مباريات اليوم الأحد من لقاءات الجولة 25 من بطولة السيريا. لاتسيو هنا في ملعب الأولمبيكو يستضيف فريق بولونيا في واحدة من أبرز مباريات هذه الجولة، خاصة بعد الفوز الكبير لفريق لاتسيو في بطولة دوري الأبطال على حساب فريق بايرن ميونخ، بالتحديد هنا في ملعب الأولمبيكو بهدف الكابيتانو تشيرو إيموبيلي. مباراة يديرها تحكيميا السيد فابيو ماريسكا، يساعده مساعد أول لوكا موندين، المساعد الثاني ماركو ريتشي، الحكم الرابع هو إرمانيو فيليتشاني، وثنائي الفار السيد باولو ماتسوليني والسيد أنطونيو مارتينو. أجواء جماهيرية كبيرة في مدرجات ملعب الأولمبيكو بانتظار لقاء إن شاء الله يكون في المستوى، لقاء كبير إن شاء الله نتابعه معا في ظهيرة مباريات اليوم من لقاءات السيريا. تشكيلة الفريقين لا تشهد مفاجآت. فريق لاتسيو يلعب بالتشكيلة الاعتيادية: بروفيديل حارسا للمرمى، رباعي في خط الدفاع لاتساري خيلا باتريك وماروشيتش، في خط الوسط يلعب جندوزي وكاتالدي ولويس ألبرتو، وثلاثي المقدمة إيساكسن فيليبي أندرسون وتشيرو إيموبيلي. بينما تشكيلة فريق بولونيا: سكروبسكي حارسا للمرمى، بوش وبوكما ولوكومي وكريستيانسن في خط الدفاع، في خط الوسط يلعب اللاعب المغربي المميز أسامة العزوزي، رباعي في الأمام أورسوليني فابيان فيرجسون وسالي ميكرز، خلف المهاجم الوحيد وهو اللاعب جوشوا زيركزي. هذا جانب من جماهير بولونيا الحاضر في هذه المباراة. والآن دقيقة صمت قبل انطلاق أحداث هذه المباراة.